يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. والنهارده بقى اليوم بتاعنا كده ايه. من ساعه ما نزلت عند حمايه تحت وانا ايه حبيت ان انا اصور معاكم كده. انا هعمل ايه في اليوم بتاعنا او هنطبخ ايه النهارده. فاليوم كده شامل كل حاجه اللي عندي كده لما المغرب اذن. فيلا بقى كده ايه، حطي لي لايك لان كنتم مقصرين معايا في اللايكات على فكره وفي التعليقات وفي المشاهدات. فشدوا كده معايا الهمه شويه بحيث ان انا احقق الشروط قبل السنه، لان لو السنه عدت عليا وانا لسه ما حققتش الشروط اللي هم ال 4000 ساعه مشاهده، والحمد لله حققت ال 1000 مشترك، بس لسه ال 4000 ساعه مشاهده مش حققتهم. ولو عدت السنه عليا عايزه اقول لكم هيروحوا عليا او هينزل منهم كتير. فبصراحه ههبط، يعني ههبط ايه بس هحبط، هيجيلي احباط ومش وهبطل تصوير. فيعني ايه الهمه معايا كده ايه شويه. تعالوا بقى يلا، بس بقى ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه. هنا بقى ايه، جبت كده عندي الفرخه. النهارده كنت محتاره بصراحه اعمل ايه على الفطار. كل يوم بقى ايه، عايزه اقول لكم تفكير اعمل ايه، عايزه اغير، عايزه اجدد عشان اللي عندي في البيت ما يزهقوش من الاكل وكده. فقلت هعمل جلاش وهعمل كفته. فطلعت كده عندي فرخه كان تقريبا كده 2 كيلو 2 كيلو الا. خليتها بقى عندي وبعدين بقى ايه خليتها كلها صدور وبراك. فرمتها عندي بقى في الكبه وخدت كده بس بقى يا توت. خدت بقى نص يعني قسمتها كده لجزئين، بس خدت الجزء الاكبر. سامحوني من الجزمه توتو، مش عارفه اسجل منها او احط الفويس اوفر. فشغلت لها بقى، عملت تقول لي هاتي لي لولو، فحطيت لها بقى ايه، شغلت لها اللولو كده على التلفزيون على الشاشه. وقلت بقى ايه، قفلت على نفس الاوضه ودقيقه بالظبط هلاقيها بتخبط عليا. ففظيعه بجد يعني. المهم بقى ايه، نرجع نكمل كلامنا. بعد كده ما خليت الفرخه وفرمتها قسمتها لنصين وخدت النص الاكبر او الجزء الاكبر هعمله كده عصاج، عشان طبعا هعمل اللهم صل على النبي جلاش بالفراخ. فطبعا بقى ايه العصاج كان عباره عن، حطيت كده شويه من الزيت او ممكن تحطي معلقه من السمنه مع الزيت، يعني الخليط يعني تحطي الاتنين مع بعض يعني. وبعدين نزلت عندي بالعصاج، عصاج الفراخ عندي. اول كده ما اللون بتاعه اتغير والميه كده اللي بنزلها نشفت تماما. ببدا كده انزل بالبصل عندي، وبرضه بعد ما البصل بيدبل عندي طبعا كميه البصل دي براحتك انت، مش هقول لك كميه محدوده. انا عن نفسي بحب ازود البصل في اي عصاج سواء فراخ او لحمه. بحب كميه البصل تكون زايده في اي عصاج بعمله. بحس ان هو بطعم كده عندي عصاج الفراخ او عصاج اللحمه. فالمهم بقى زي ما قلت لك كميه البصل دي ترجع لك انت. وبرده كميه الفلفل اللي انت هتحطيها سواء حراق سواء بارد برده ترجع لك انت. انا كنت عاملاه مش حراق، كان سبايسي بس مش السبايسي اللي هو اللي يعني الاوفر قوي، لا كان هادي شويه لان طبعا انا ما عدتش بحب الحاجه الحراقه قوي، عارف بتتعبني جدا. بعدين بقى نزلت عندي ب3 4 فصوص من التوم ومعلقه واحده من الخل. ونزلت بقى عندي ببهارات عباره عن كمون وفلفل اسمر وملح والسبع بهارات وبابريكا ومكعب مرق اختياري. وطبعا كان العصاج بتاعي قلبته طبعا ده كله مع بعضه كان جاهز معايا. هنا بقى جبت عندي كده كيلو من الجلاش. خدت كده نص كيلو حطيته كده عندي في الصينيه عندي فردته. وطبعا بين كل رق ورق ببدا كده ادهنه خليط سمنه على زيت. ونزلت عندي بقى كده بعد ما لفيت حطيت كده اول لفه عندي، نزلت عندي بالعصاج بتاعي طبعا ظاهر قدامكم كده. واللون بتاعي ده البابريكا، يعني انا بحب اضيف بابريكا احط معلقه صغيره بس تكون مليانه. بحس ان هي بتغير لون العصاج وبتدي له اللون الحلو ده، وانا بحبه اللون بتاعه يكون كده. فانت لو حابه اللون بتاعه يكون افتح اغمق، البابريكا اللي انت هتحطيها هي اللي هتفتح معاكي العصاج او هتغمق معاكي العصاج، فده يرجع لك انت يعني. تاني لفة دي كانت عندي كانت كل ورقتين ماسكين في بعض. فأنا بصراحة يعني حطيتهم برضو كل ورقتين وبدأت أدهن زيت وكده، أقصد أدهن سمنة على زيت. بس أنا بحب تبقى بعمل ورقة بورقتها، أنا بحب كده بحس إن الجلاش معاكي بيكون مورق أكتر. فالمهم بقى هنا بعد ما خلصت كده عندي كل الكمية هبدأ طبعا اقطعه طبعا زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ هيكون عندي خليط حليب. انا بصراحة بحب احط خليط الحليب على شوربة، بس ما كانش عندي شوربة، ما كانش متوفر عندي. فحطيت طبعا الخليط كله حليب. فحطيت عندي كده، جبت كده بيضة نزلت عليها برشة فلفل اسمر ومعلقة او نص معلقة من الخل. ونزلت عندي كده بالحليب بتاعي، يعني عبارة كده عن كوبايتين ونص من الحليب، معيار الكوب 200 مللي. وهبدأ كده اوزعه عندي على صينية الجلاش زي ما انتم طبعا شايفين كده.
هخبطها كده خبطتين عشان طبعا الخليط عندي ينزل ويشرب كده الجلاش يشرب كله عندي. نيجي بقى كده لكميه الفراخ التانية، طبعا حطيتها عندي كده في الكبه ونزلت عليها كده بشويه من البقدونس، يعني ربع كده حزمه من البقدونس، غسلاها كويس ومنضفاها وخدت الورق بتاعها بس، ونزلت عليها ب3 فصوص من الثوم، ونزلت عليها بقرن فلفل حامي، يفضل اللي هو يكون احمر بس ما كانش عندي احمر فحطيت اخضر، ونزلت كده عندي بشويه بقى من البهارات، بابريكا، كمون، ملح، ال7 بهارات، مكعب مرق، البهارات اللي انت حباها ضيفيها عادي. وما تنسيش طبعا بصلايه كبيره تكوني بشراها واخده الميه بتاعتها، وطبعا بعد ما بشرت البصلايه خدت البصلايه كده فرمتها عندي مع الفراخ وكده، والبهارات اللي انا حطيتها والخضروات اللي انا حطيتها عندي بقى كده. ميه البصل حطيت عليها كده شويه من الكمون وشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر ورشه كده من البابريكا ومعاهم معلقتين من الزيت، وطبعا هبدا كده اصب عندي الكفته. انا طبعا مش هخليها يعني الصبع مش هيكون كبير قوي لان انا عايزاها تديني عدد، فطبعا هصغر كده عندي في شكل الصوابع كده عندي. وطبعا ببدا كده قبل ما اخد كده جزء من كفته الفراخ ببدا كده اغطي الصوابع ايدي في الخليط اللي هو ميه البصل بالزيت بالبهارات. وطبعا عندي خليتين كده ممكن تعمليها على سيخ، ممكن انت بقى تكبري تصغري ده يرجع لك انت، بس انا قلت لك الخلطه انا عملتها ازاي والخلطه كانت طعمها تحفه. ممكن كمان بقى تضيفي اللي انا ما ضفتوش وما كانش متوفر عندي اللي هو ايه، اللي هو الدهن، ممكن تضيفي دهن ضاني، عايزه اقول لك بطعم الكفته الفراخ وهيخليها في حته تانية. انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اسجل من العيال، انا ما صدقت انايم خالد عشان اعرف احط الفويس اوفر، وطلعت لي الست زفته ريتال مش عارفه اعمل منها. فسامحوني لو في صوت طالع في الفويس اوفر، لاني والله العظيم انا مسحته اكتر من اقول لكم ايه، بس كتير قوي عشان الصوت يعني ما يظهرش في الفويس اوفر. فلو ظهر بقى ايه سامحوني وغصب عني لان دي حاجه مش بايدي. انا عايزه اقول لكم ان انا رايحه جايه من الاوضه دي للاوضه دي، شغلت لها الزفته اللولو بتاعتها برضو ما فيش فايده، فسامحوني بقى. هنا بقى خلصت كده عندي صوابع الكفته كده طبعا زي ما انتم شايفين كده، ومعليكم الاحجام اللي انا عاملاها، بس زي ما قلت لكم انا عامله عدد كنت عايزه تديني عدد، فعشان كده مش مكبره الصوابع قوي يعني. فهبدا كده ادهنها عندي. دوت كان خليط برضو سمنه على زيت، حبيت كده اني طبعا انا مش حاطه دهن فيها فحبيت انه بقى في خليط سمنه على زيت. هنا بقى الجلاش بتاعي كان طلع عندي من الفرن، رحت بقى حاطه عندي العصاج بتاع الكفته وهديت طبعا النار شويه عن كده. قلت بقى عقبال ما العصاج كده، عصاج ايه بس والله العظيم العيال ملخبطيني، عقبال ما الكفته عندي تستوي هخش اعمل العصير، لان طبعا كان الوقت عندي ضيق وكان الوقت قفز عليا، فقلت ايه عقبال كل شويه كنت رايحه جايه ادير في الصاج عندي عشان طبعا الكفته عندي تاخد لون موحد كله تمام. خلصت بقى كده عندي العصير، كنت عامله عصير جوافه على موز وضربته عندي في الخلاط وصفيته وركنته على جنب، وقلت طبعا هعمل السلطه. طبعا كانت الكاميرا شغاله اصلا وانا مش واخده بالي ان الكاميرا شغاله وانا بعمل السلطه. فالمهم بقى هنعمل كده السلطه عندي. انا مش بكتر السلطه قوي لان احنا مش اكلين سلطه، يعني مش من محبين السلطه قوي مع انها صحيه وجميله وكده، بس مش الله يرحمها عمتي اللي كانت بتعشقها، كنت لازم اعمل جنب الاكل لو هعمل ايه كان لازم طبق السلطه يكون محطوط. بس الله يرحمها بقى يعني ايه، كنت بعمل برضو سلطه بس مش كتير قوي، مش بكميه كبيره، كنت يعني بعمل حبايات طماطم واحده، قرن فلفل واحد، خياريه واحده او نص خياريه، عودين جرجير واحد، فاهميني؟ فمش بكتر يعني وكده. هنا بقى ايه كانت عندي الكفته كانت يعني ايه خدت لون حلو كده، فهبدا طبعا اطلعها. وقلت بقى بما ان الفرن قايد عندي استغله بقى واحمص العيش فيه. طبعا بصوا بقى العيش، وده كان طبعا ده كان شكل الكفته. وسامحوني على التصوير لاني كنت متلهوجه بقى، كنت عايزه اقول لكم الوقت قفز عليا جدا وكنت هتاخر يعني، مع اني حماية بروح يصلي وكده، فدوت برضو بيديني وقت او بيديني مساحه اكتر ان انا ايه احط براحتي وكده. بس طبعا انا اصلا كنت بادئه في الحاجه، يعني عايزه اقول لكم كنت داخله المطبخ الساعه 4 لان انا كنت عندي امي فالمهم بقى يعني ايه اتاخرت يعني وكده. هنا بقى كانت الكفته عندي بقت جاهزه استوت معايا وكده وخدت لون حلو كده فطلعتها. ده طبعا العيش الفلاحي اللي انتوا بتسالوني كتير عليه، طبعا برضو حمصته كده عندي في الفرن، وده كان شكل الكفته. وبدانا بقى ايه نيجي للحظه الحاسمه اللي احنا ايه بنحط فيها الاكل على الصينيه. طبعا الطعميه شيء مقدس عندنا، لازم جنب الفطار طعميه، حتى لو عامله ديك رومي على الفطار لازم برضو طعميه. فده طبعا دي كانت سفرتنا النهارده، او دوت كان فطارنا النهارده، كفته وجلاش وطعميه وسلطه وطحينه. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، ما ننساش بقى اللايك والاشتراك في القناه، ومع السلامه.